في جديد قضية الزورق السريع المجهول الذي قام بنقل عددا من الشباب المغربي مجانا من شاطئ بطنجة إلى الجنوب الإسباني. علمت أخبارنا المغربية أن تعليمات صارمة صدرت لمختلف الأجهزة الأمنية من أجل فتح تحقيق عاجل ومعمق في الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت مصادرنا أن استنفارا شهدته القيادة القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي المغربي بسبب الزورق السريع فانتوم المجهول والذي وصل في واضحة النهار إلى شواطئ طنجة ومن ثم انتقل إلى الضفة الجنوبية لأوروبا حاملا معه مجموعة من الشباب الذين تفاجؤوا بعرض مجاني للهجرة السرية دون أن تعترض سبيلها السفن البحرية الملكية أو يتم الإبلاغ عن الواقعة من طرف جهاز الدرك الملكي، مما يعتبر خطأ جسيما. هذا ومن المرجح أن تسقط هذه الفجوة الأمنية عددا من قيادة الدرك الملكي والبحرية الملكية بمنطقة الشمالية والتي أبانت الواقع عن عجزها في تأمين مياه الإقليمية المغربية. لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الأخبار.